جمعها والصحفي الكبير رحمي سليمان. يا أهل رماد في حكاية الغنى دي عشة. أصلا لما كان عمري 7 سنين كنت بروح بيوت الأعراس واللعبات مع البنات القدري. عوامل وظروف دفعتك في الطريق ده وانت أساسا عندك مؤهلات والموهبة اللي بتجعل منك مطربة. أصله يا ود أمي في واحد اسمه محمد زقالي، واحد صعيدي مولد هنا قاعد في الخرطوم، بيعرفونا من زمان. جاء واحد من مصر اسمه ميشان قال داير لي غنايين من السودان. امسك يا زقالي، قام جابوا لي في البيت، مسكت غنيت ليهم. ميشان مسك قال البيت دي اصله اجمل من صوتها ما في، وإلا تقوم معاي هسي مصر. ابوي حلف بجدود وقال البيت دي صغيره، انا لا شفت مصر لا جدودي شافوها. زعلت وحريت وبكيت، وفي النهايه ميشان اقنع ابوي وقال لي البيت دي اللي بيحصل لها كله انا مسؤول منه. وفي ساعتنا قمنا كده وقعنا الكونتراك، وكان اتذكر الزمن داك 20 غنية ب60 جنيه. مش معقول. ايوه الزمن داك الجنيه ما كان جنيه، ما زي حسه. الكلام ده كان سنة كم؟ كان سنة 36. ومشينا مصر ومسكت معايا بحراس الشيال حقي، وبعدين مشينا ونزلنا مع الزول في بيته وزوجته وعياله، وبعدين مشينا قعدنا. سجلت شنو؟ سجلت كان عندي غنيتين، يا حنوني بزيد عليك في جنوني حقتي تأليفي، وبعدين كان عندي لي زمن بنادي حقتي لطش عبد العزيز محمد داود هسي بغنيها في الإذاعة. كنت مرتاحة في مصر؟ الزمن ده لبس التوب في مصر ما في لبس توب. وبعدين كشوف على الوليدات الصغار يشوفوني لابسه التوب وكده، يجي يقولوا تعالي شوف الوليه اللابسه الكفن، تعالي شوف الوليه اللابسه الكفن. خليت التوب، قلحت التوب خليته. طيب وبعدين جاء سنة 40 الحرب العالمية، كان حرب دولية كبيرة خالص الزمن داك. مصر دي ما فيها نار معلبة. وبعدين جيت راجع السودان. الله، انت رجعت مصر تاني؟ ايوه، ما الزمن داك ما انا مشيت سجلت شوية من الأغاني وجيت راجعة ومشيت سجلتها. ما كان ما سجلتها كانوا دفعوا أهالي التعويض، والزمن ذاك القروش في تلتلة. كنت بتغني شنو للجنود؟ بغني الأغاني الحماسية والوطنية والشجاعة وكده.